أنا مصممة جرافيك، ولكن حابة إني أوظف مهاراتي في التصميم، فإني أصنع هوية للمكتبات اللي تكون عندنا، يعني مثلا هنا في الشرقية. كيف ممكن إني أوظف هذه المهارات في صناعة هوية للمكتبات؟ أهم حاجة يا غادة قبل ما تبدأي تعملي أي حاجة لازم نذاكر. يعني لازم ندور اللي قبلنا عملوا إيه، يعني الهويات الناجحة إيه اللي حصل فيها، لأن ده بيدينا حاجة اسمها انسبيريشن، إلهام، يخلينا نقدر نفكر بطريقة مختلفة، نكمل على الحاجات اللي اوريدي معمولة دلوقتي. يعني خليني أقول لك مثال، أنا عمري ما هقدر أعرف طعم الفاكهة ده أفضل ولا ده لأ إلا لما أدوق الفاكهة كلها. هو ده اللي بيحصل، إن أنا لازم آخد وقتي كويس قوي في إن أنا أتذوق جميع أنواع التصميم اللي اتعملت في الهويات اللي أنا مستهدفها. دي أول خطوة. تاني خطوة، ابتدي أعمل حاجة اسمها درافت، أكتب او ارسم انا عايز اظهر ازاي او عايز اطلع ازاي، وابتدي اترجم ده في صورة اشكال وخطوط، وابتدي اجمع منها في الاخر مفردات الهوية اللي انا عايز اطلع بيها او الهوية البصرية. طبعا زي ما هذاكر الاشكال هذاكر الالوان، وزي ما هذاكر الالوان والاشكال هذاكر الخطوط. لو انا عملت ده بشكل كويس قوي انا هطلع هوية يونيك وفريدة محدش عملها قبل كده. لكن لو انا مسكت القلم وبدأت بسم الله الرحمن الرحيم انا هرسم الهوية، لا انا مش هعمل حاجة. لازم الاول اذاكر، الاول مهما كانت خبرتي لازم اذاكر الاول الناس عملت ايه عشان اقدر اكمل بعدهم واعمل حاجة مميزة. ومش شرط تبقى مختلفة لكن تبقى مميزة وبتعكس الهوية بتاعتي بشكل حقيقي. زي ما قلنا في القصة بتاعت المكتبة اللي فيها الاسدين، احنا خدنا اسد منهم وعملناه لوجو. طب احنا خدنا الاسد ليه؟ لان الاسد رمز، والرمز ده هو اللي بيتكلم عنها. لو ما كناش قرينا وذاكرنا تاريخ المكتبة ما كناش خدنا الاسد وعملنا له. برضه المبنى اللي كان شكله كلاسيكي نفس الفكرة، احنا خدنا شكل المبنى لان هي دي كانت اكتر حاجة مميزة الهوية دي. في المكتبات نفس الفكرة، لازم اذاكر الهوية بتاعت المكتبة عشان اقدر اعمل لها هوية البصرية بتاعتها.